الفراعنة هم أول ناس اخترعوا حاجات كتيرة جدا اللي أثرت في حياتنا وفي حياتهم بعد كده. هنا هقولك على شوية اختراعات بسيطة عملوها المصريين القدماء. المصريين القدماء هم أول ناس اخترعوا الكتابة دي، وكانت عبارة عن رموز بيكتبوا بيها كل حاجة زي الحروب والطقوس الدينية والأحداث المهمة. بدأ استخدامها حوالي 3200 قبل الميلاد. المصريين اخترعوا ورق البردي، ده نوع من الورق اللي كانوا بيعملوه من نبات البردي اللي بيطلع جنب النيل، وده كان زي الورق اللي بنكتب عليه دلوقتي، وكانوا بيستخدموه في توثيق النصوص والكتب. الفراعنة هم اللي اخترعوا التقويم اللي احنا بنستخدمه، وهم اللي قسموا السنة ل 365 يوم متقسمة على 12 شهر. التقويم بتاعهم كان قايم على حركة الشمس والمواسم الزراعية. الفراعنة كانوا عباقرة في الهندسة، وأول وأهم من الإنجازات بتاعتهم كان بناء الأهرامات، خصوصا هرم الجيزة الأكبر اللي يعتبر من عجائب الدنيا السبعة القديمة، ولحد النهاردة هم مش عارفين ازاي بنوا الأحجار الضخمة دي. المصريين القدماء هم أول من اخترعوا الأدوات الجراحية زي المشارط والمقصات، وبرضه عندهم كتب جراحية زي بردية أودين سيمس بتشرح العمليات الجراحية اللي كانوا بيعملوها. الفراعنة هم اللي اخترعوا حاجة اسمها المسلات، ودي كانت أعمدة حجرية ضخمة بيكتبوا عليها لتخليد ذكرى الملوك والانتصارات بتاعتهم، وكانت معمولة بحرفية عالية. المصريين القدماء كانوا متقدمين في الزراعة، اخترعوا أدوات زي المحراث، وكان عندهم أدوات ري متقدمة، وده ساعدهم ان هم يزرعوا محاصيل كتير على مدار السنة. الفراعنة كانوا بيحبوا يهتموا بمظهرهم جدا، وعشان كده كانوا هم أول ناس يستخدموا مستحضرات التجميل، وكمان الزيوت والعطور لحماية البشرة من الشمس. الفراعنة اخترعوا التحنيط عشان يحافظوا على الجثث بعد الموت، وده كان جزء مهم في معتقداتهم في الحياة بعد الموت، والتحنيط كان بيتم بمراحل معقدة جدا عشان هم كانوا عايشين جنب النيل. الفراعنة كانوا هم أول ناس يبنوا القوارب والسفن الكبيرة، ودي كانوا بيستخدموها في نقل الحجارة الضخمة وبناء الأهرامات والتجارة. الحاجات دي بتبين قد إيه الفراعنة كانوا عباقرة ومبدعين، واختراعاتهم دي أثرت في حياتنا وفي حياتهم لحد النهاردة. ما تنساش تعمل كومنت وتكتب لنا انت كنت تعرف المعلومات دي؟